بنوره كل مكان، الموجود بحق قبل الدهور والأزمان، والباقي بحق وكل من عليها فان. ونحمده سبحانه وتعالى بالقلب قبل اللسان، ونعوذ بوجهه الكريم من فتنة المال والجاه والسلطان. ونحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام والإيمان والإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله ربه إلى الإنس والجان. إن الصلاة على العدنان لها 10 كرامات. أولا صلاة الملك الجبار، ثانيا شفاعة النبي المختار، ثالثا الاقتداء بالملائكة الأبرار، رابعا مخالفة المنافقين والكفار، خامسا محو الخطايا والأوزار، سادسا تنوير الظواهر والأسرار، سابعا قضاء الحوائج والأوتار، ثامنا النجاة من دخول دار البوار، تاسعا دخول دار الراحة والقرار، عاشرا سلام الملك الغفار. فصلوا على النبي المختار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد عباد الله، أيها المعزون، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، فشكر الله سعيكم وأحسن الله عزاءكم. فإن الفقيد الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى، الذي أسأل ربي أن يكون في أعلى عليين، وأن يكون في رفقة إمام المرسلين وسيد النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون من الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كان في واجب عزاء يؤدي واجب عزاء، فنحن هنا اليوم نستقبل عزاءه. هل اتعظنا واعتبرنا؟ والله نحن على أنفسنا. الفقيد عاش على ما عاش، وجلس على ما جلس، بل إنه كان رجلا أحبابه وأصدقاءه وجيرانه يشهد له بالصلاح والفلاح. نحسبه
وإنه ترك خير نتاج وخير خلف. فنحن لأنفسنا ماذا قدمت أنت لله؟ والموت عن يمينك وعن يسارك. ماذا قدمت أنت لله؟ تلاقي الدنيا بتسيطر على الناس، تلاقي كل واحد منشغل بمال الدنيا، سيطرت عليهم، أكلتهم الدنيا. والله لو سمعت كلام المولى عز وجل بتدبر، ربنا بيقول ايه بعد ما توحد الله وتصلي على سيدي وسيدك محمد صلى الله عليه وسلم، لما اسم النبي يذكر تكون منتفض بالصلاة على الحبيب، لأن الصلاة على الحبيب نور وطيب. ربنا بيقول لك يا مولانا في سورة النساء، بيقول لك كل متاع الدنيا قليل. الدنيا مالها وما بها من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها، كل نعيم الدنيا قليل عند الله. أيوة، كل متاع الدنيا قليل. الناس اللي بتجري، الناس اللي بتظلم، الناس اللي بتاكل حق اخواتها في الميراث، الناس اللي عاقه والديها عشان اموال الدنيا، ربنا بيقول لك كل متاع الدنيا قليل. امال الاخره لمين يا حبيبي؟ ما توحد الله. الاخره لمين؟ والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. كمل بعد كله، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو كنت فين يا حبيبي هتموت، أني وانت وغيرك كأس والكل ذائقه. الكل هيشرب منه، محدش هيخلد. يا مولانا دي عشت كتير، عشت 50 سنة هتموت، عشت 100 سنة هتموت، عشت 20 سنة هتموت. مهما تعمل لعمرك لا يقدم ساعة ولا يؤخر، حتى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا مولانا احنا مش بنورث اخواتنا في الميراث. البنات تلاقي ناس يقول لك احنا مش بنورث اخواتنا البنات في الميراث. يا مولانا هو انت اللي جبت الشريعة دي من عندك؟ يا مولانا ده ربنا اللي بيقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يا من تأكل حق أخواتك في الميراث، حان الأوان إنك تعود. أنت ممكن ترجع، ممكن تعود إلى الله، ممكن تتوب إلى الله وأنت على قيد الحياة. يا مولانا يوم القيامة وبعد أن تموت يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انت مفكر الدنيا؟ لا يا مولانا، يا مولانا ده انا بكلم مديرية، يا مولانا ده انا بدافع على نفسي، انا محامي بدافع عن نفسي. يا مولانا هناك مفيش، هيختم على لساني. عد
إلى الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت، أي لا مفر من الموت ولا محال من الموت. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. انت عارف بتحيد يعني ايه؟ تحيد يعني ايه؟ تفر وتهرب. عد إلى الله يا من تأكل أموال اليتامى ظلما. عد إلى الله يا من تأكل أموال الناس بالباطل. عد إلى الله يا من تأكل الربا وتب إلى الله حتى تكون من الناجين، حتى تكون من الناجين. مخاصم أخويا يا مولانا بادر بالصلح، كن قابل العذر واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيب الأمر وسواسي، فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هلا تذكرت يوما أنت مدركه، يوما ستخرج فيه كل أنفاسي، يوم الرحيل عن الدنيا وزينتها، ويوم الوداع شديد البطش والباس، ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس، والناس في منتهى جوع وفي ظمأ وفي شقاء وفي هم وإفلاس. يفر كل امرئ من غيره فرقا، هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي؟ سيرسل الله أملاكا منادية هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة، هيا تعالوا إلى بشر وإيناس. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. عباد الله، أختم كلامي هذا أقول للوالد المتوفى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأقول للعائلة الكريمة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اغفر للفقيد وارحمه، اللهم اغفر له، اللهم عافه واعف عنه، اللهم اكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم يا ربنا زد في احسانه احسانا وبالاساءة عفوا وغفرانا. اللهم يا ربنا جاف القبر عن جنبيه، كن معه ولا تكن عليه. اللهم شفع فيه القرآن، شفع فيه رجب وشعبان، شفع فيه رمضان، شفع فيه نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، فلا تعذب له جسدا ولا تحرق له جبينا. اللهم يمن كتابه، اللهم يسر حسابه، اللهم يا ربنا اجعل إخوانه المشيعين والمعزين له شفعاء يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واكتب لنا وله ولكم جميعا براءة من النار وعتقا. وشاكرا لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.